لو تعرضنا لتجربة ارتباط فاشلة أو تجربة جواز أو خطوبة فاشلة، خلينا نتريث وبلاش إن احنا نبقى متسرعين في إن احنا ندخل في تجربة جديدة. في معظم الأوقات بتبقى مستعجلين قوي إن احنا ندخل في تجربة جديدة عشان نثبت لنفسنا إن احنا نقدر، إن احنا ننجح، أكن للفشل ده عايزين نثبت لنفسنا إن ما كناش احنا جزء من الفشل ده. او اوقات كتير قوي بنبقى عايزين نثبت للطرف التاني، وخاصه لو الطرف التاني ده دخل في تجربه جديده، ان احنا كمان مرغوبين ومطلوبين، وان احنا كمان ممكن ان احنا نرتبط ونحاول ان احنا نوضح ان احنا ونرتبط بحد احسن، واكنها بتبقى مباراه. اللي بيبقى خسران في القصه دي احنا، محدش بيبقى بيخسر خالص غير ان احنا، لان في النهايه احنا اللي نكمل في التجربة دي. ولو احنا فشلنا دي اللي بتأثر، بتوجعنا اكتر. لو احنا بنداوي جرح احنا كنا مجروحين، واحنا كده بندوس وبنفتح الجرح اكتر. المشكلة في القصة دي ايه؟ المشكلة ان احنا لا شعوريا بنتعرض لمقارنات وبنبتدي ان احنا نعمل زي كونتراست افكت. زي مثلا واحدة فشلت في تجربة ارتباط، وكان فشلت بسبب ان حد غيور جدا جدا. تيجي ان هي تتكلم معايا تقول لك ان هو كان شغلي الشاغل ان انا ارتبط بحد تاني، بس حد يديني مساحه من الحريه، حد بيبقى بيثق فيا جدا. وبتدخل في التجربه، بس للاسف ان هي بيبقى كان كل تركيزها ان هي يبقى حد يديها نفس المساحه ثقه، وما يبقاش ان هو غيور والكلام ده كله. بس بعد فتره تقول لك ان انا كان في عيوب وحاجات قدامي جدا كانت باينه. صحيح ما كانش غيور، بس كان في عيوب تانية كتير. كان بيكذب، كان عنده علاقات متعددة، كان بخيل. اللي بيبقى الخاسر الأكبر هو إحنا، إن إحنا ما تريثناش وركزنا في العيب اللي هو دفعنا للفشل في التجربة اللي قبل كده، وغمينا عينينا عن عيوب كتيرة قوي وصفات كتيرة قوي ممكن ان هي تخلي التجربة التانية تفشل. مفيش داعي للاستعجال ان احنا نجري ونرتبط بسرعة، لان دي قرار عمر، قرار ارتباط، قرار سكينة. فبلاش ان احنا نستعجل في القرار ده، ونحاول ان احنا نتريث فيه. نبتدي نعمل ايه؟ بمنتهى البساطة ممكن ان احنا نحاول ان نرتبط ببعض فترة اطول، نجرب بعض في مواقف مختلفة، نشوف تعامله مع الناس ازاي، مع اصحابنا عامل ازاي، خروجات اكتر، ومع قرايبنا ومع اهلنا. لو كان عندنا تجربة ارتباط قبل كده وعندنا مثلا أولاد، نشوف هيتعامل مع أولادنا ازاي، هيعملهم بأني طريقة، هل هيبقى حنين معاهم، هل هيقدر ان هو يستوعبهم، وخاصة لو ولادنا هيجوا هيعيشوا معانا في نفس البيت. فدي هتبقى مهمة جدا، هم نفسهم متقبلينه، انطباعهم عنه عامل ازاي. واكيد محدش هيفضل يقدر ان هو يمثل على طول الخط. فكل ما نطول فترة ارتباطنا ببعض، دي هتبقى حاجة هايلة، ودي تبقى احنا مطمنين على الأقل واحنا داخلين في التجربة الجديدة. إن شاء الله استنوني في فيديوهات جاية ومواضيع مختلفة إن شاء الله.